السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله النهارده هنكمل مع بعض حل أسئلة كتاب الامتحان الدرس الأول الوحدة الثانية. يلا يا بطل. الجزء الثاني يا جماعة لطاقة الوضع بيقول لي اكتب المصطلح العلمي، إحدى مهارات البحث العلمي وتصميم تجارب المقارنات العلمية. طبعا يا مستر دي حاجة اسمها ضبط المتغيرات. طيب المتغير اللي بيتم تغييره اثناء اجراء التجربه. طيب يا مستر ده اسمه المتغير، طالما يا حبيب قلبي بيقول لك بيتم تغييره يبقى اسمه متغير المستقل. المتغير المطلوب اختباره والذي يتغير بتغير المتغير المستقل ده يا مستر اسمه المتغير التابع. اسمه تابع عشان بيتبع المستقل. المتغيرات اللي بتظل ثابته اسمها المتغيرات الضابطه، ضابط ما بيتغيرش. المتغيرات الضابطه. اللي بعده المقدرة على بذل الشغل. طبعا يا جماعة القدرة على بذل الشغل دي اللي هي مين؟ الطاقة. الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. طالما يا جماعة بيقول لي طاقة مختزنة يبقى دي يا حبيب قلبي الجميل اسمها طاقة الوضع. حاصل ضرب الكتلة في شدة مجال الجاذبية ده يا مستر اسمه الوزن. الوزن يا حبيب قلبي بيساوي الكتلة اهو، الوزن بيساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية. السؤال اللي بعده بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة. ما المتغير المستقل في تجربة أجريت للتعرف؟ طبعا يا جماعة مستقل يعني بيتغير. أجريت للتعرف على العلاقة بين الارتفاع اللي بتسقط منه كورة على أرض رملية وعمق الحفرة اللي بتكونها. حجم الكورة بيتغير، مفيش منه يا مستر، هي كورة. القوة المؤثرة هي قوة أكيد. يعني أنا مش هوطي مثلا أجيب مثلا الكورة مثلا وأعملها كده بإيدي وبعد كده أجيب ونش مثلا يعملها كده، أكيد لأ. ارتفاع الكرة حصل بيتغير، ما انا بقول لك انا عايز اعرف العلاقه بين الارتفاع، يبقى كده يا مستر ارتفاع الكرة. طبعا عمق الحفره لا يا مستر ما فيش منه بقى. ما الكميه التي لها نفس وحده قياس القوه؟ طبعا يا جماعه القوه بالنيوتن، بص الطاقه بالجول، بص الازاحه بالمتر، بص السرعه متر لكل ثانيه تربيع، الوزن بالنيوتن. عند قصف جسم قصف جسم يا جماعه وزنه 50 نيوتن. طبعا يا مستر معايا الوزن ومعايا بيقول لك لاعلى مسافه قدرها 2 فان طاقه الوضع. طب حبيب قلبي الجميل انا عندي اصلا بيقول لي طاقه الوضع اللي هي البي اي، الوزن في الارتفاع، الوزن في الارتفاع. طب يا مستر هو دلوقتي بيقول لك فان طاقه وضع الوزن اللي هو 50 في الارتفاع اللي هي 2 تطلع 100 ايه؟ جول. جسم يوجد على ارتفاع 4 من سطح الارض وطاقه وضعه 200 يكون وزنه. طب ما انا معايا القانون اصلا اهو. القانون بيقول لي طاقه الوضع اللي هي البي اي بتساوي الوزن في الارتفاع. طب هو دلوقتي يا مستر عايز مني ايه؟ هو عايز الوزن، يبقى هقول له طاقة الوضع على الارتفاع. طاقة الوضع يبقى بكام؟ 200، الارتفاع بكام؟ ب4، تطلع 50، بس 50 ايه؟ نيوتن، عشان ده وزن. كرة كتلتها 5 يبقى دي يا مستر الام موجودة على ارتفاع اتش من سطح الارض، وكانت طاقة الوضع عند هذا الارتفاع يبقى هنا مستر البي اي. احسب ارتفاع الكورة. حبيب قلبي الجميل معايا قانون اهو، وهقسمه من هنا 3 حاجات. بيقول لي ان البي اي بتساوي ام جي اتش. طاقة الوضع بتساوي الكتلة في الجاذبية في الارتفاع. هو عايز هنا الارتفاع، يبقى هقول له الارتفاع بيساوي طاقة الوضع على الكتلة في الجاذبية. طاقة الوضع يا بابا بكام؟ فين؟ طاقة وضعها 100 على الكتلة بتاعتها اللي هي 5. تمام؟ في الجاذبية اللي هي 10. 5 في 10 ب 50. 100 على 50 تطلع كام؟ 2. 2 ايه؟ متر. عشان ده ارتفاع. تزداد طاقة وضع جسم عندما تزداد سرعته ولا يزداد وزنه؟ لا طبعا يزداد وزنه. بص كده يا حبيب قلبي الجميل، طاقة الوضع ايه؟ هي والوزن بينهم علاقة طردية. طبعا يا جماعة أي مثلث فيه حاجتين فوق بعض طردية. طاقة الوضع للجسم تساوي 0. طبعا يا مستر هي طاقة الوضع لما بتساوي 0 يبقى أكيد حد من دول كان 0، يا إما الوزن أكيد مستحيل، يا إما الارتفاع. يبقى كده مستر الجسم ده مستر كان موضوع عند سطح الأرض بدليل اللي هو ارتفاعه 0، يبقى أكيد عند سطح الأرض. الشكل المقابل بيوضح 3 مواضع في مسار حركة سيارة. مين من دول بيعبر عن التغير الحادث في طاقة وضع السيارة عند الانتقال من اكس لواي؟ طب بص ادي اكس وادي واي. مستر العربية مستر طالعة، يعني الاتش بيزداد. طالما يا جماعة الارتفاع بيزيد يبقى طاقة الوضع هي كمان بتزيد، صح كده؟ يبقى انا عايز حاجة تقول لي يزداد. طب واي وزد لا مش هيتغير عشان الارتفاع هو، يبقى هنا يزداد ولا يتغير؟ يزداد لا، ايوه زي العسل. الشكل المقابل بيوضح مسار حجر بيسقط من مكان مرتفع. أي مما يلي يعبر عن طاقة وضع الحجر
في المواضع الثلاثه اكس وواي وزد. ادي اكس وادي واي وادي زد. طبعا ده اعلى حاجه، اكس اكبر من واي وواي اكبر من زد. اكس اكبر من واي وواي اكبر من زد زي العسل. السؤال اللي بعده، اختر من العمود ب او بي ما يناسب العمود A واعد كتابه العبارات كامله. طيب الطاقه هنا يا بابا اقيسها بالايه؟ بالجول. اهي الطاقه بالجول، خلاص اعلم عليها كده عشان خلاص مش هاجي لها تاني. 4. الزمن بالثانيه اهو اعلم عليها عشان هي رقم 2. قوه بالنيوتن 7. الارتفاع بالمتر 5. السرعه متر لكل ثانيه، متر لكل ثانيه 6. شدة مجال الجاذبية يا مستر محمود بقى كيلو جرام ولا نيوتن لكل كيلو جرام؟ لا يا مستر هي نيوتن لكل كيلو جرام. أكمل العبارات الآتية. الطاقة هي المقدرة على بذل شغل وتقاس بوحدة الكيلو جول والتي يساوي 1000 جول. الطاقة صور متعددة طبعا يا جماعة، منها طاقة الوضع ومنها طاقة الحركة. تتوقف طاقة الوضع على حاجتين، الوزن والارتفاع. اوعى تنسى بالله عليك يا اخي القانون. تقدر الكتلة بوحدة مستر، كتلة مستر بوحدة الكيلو جرام، بينما الوزن نيوتن. الطاقة الكيميائية الموجودة في وقود السيارة هي طاقة وضع مختزنة، طاقة كيميائية وضع في الروابط الكيميائية وتتحول إلى طاقة حركة عند حدوث تفاعل كيميائي. طبعا يا جماعة أو ممكن مثلا تقول لي تتحول إلى طاقة حرارية، عادي على فكرة الاثنين صح. ده علامة صح أو غلط. المتغير اللي بيتم تغييره أثناء إجراء التجربة يعرف بالمستقلة حصل. تزداد طاقة الوضع بزيادة الارتفاع حصل، بينهم علاقة عكسية. جسم يختزن طاقة مقدارها 55، يبقى ده يا مستر طاقة الوضع. تكون كتلته ثانية واحدة بقى، الكتلة يا حبيب قلبي هي بالبلدي كده أنا معايا طاقة الوضع اللي هي بي إي. ماشي؟ طيب بيخزن طاقة على ارتفاع يا مستر ده الاتش، بتكون كتلته 10. لا ثانية واحدة بقى، ده غلط خالص. ليه يا مستر محمود؟ هو كتلته يا مستر مش 10، ده يا حبيب قلبي انت هتحلها وهتجيب يا بابا الوزن. انا معايا اهو يا عم قانون، يا عم قانون يا بابا، قانون هو عادي خالص. ادي البي اي الوزن في الارتفاع. الوزن يا عم يساوي ايه؟ البي اي اللي هي 55 على الارتفاع اللي هي مستر كام؟ 11. 55 يا حبيب قلبي على 11 تطلع 5، وده مستر وزن يبقى 5 ايه؟ نيوتن. هل لو الوزن 5 نيوتن يا اولاد الكتله تطلع 10؟ طب تعالى كده يا حبيب قلبي نجرب. هو الوزن بيساوي ايه؟ الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. طالما يا بابا الوزن بيساوي الكتله اللي هي ام في عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي جي، انا هجيب بقى هنا الكتله. الوزن يا بابا طالع معايا بكام؟ ب5. عجله الجاذبيه 10 تطلع 5 من 10. طبعا يا جماعه مش 10، يبقى هي غلط. الطاقه الموجوده في الغذاء والوقود هي طاقه وضع مختزنه، انا موافق. طاقة الوضع السرعة الارتفاع وزن الجسم. لا يا مستر طاقة الوضع دي أنا مش هختارها خالص، ولا هي ولا الارتفاع ولا وزن الجسم، هختار السرعة وهكتب له ده قانون طاقة الوضع اللي هو طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. المسافة الارتفاع السرعة الإزاحة. مستر هو مسافة هختارها ولا الإزاحة ولا الارتفاع ولا السرعة؟ طب ما تيجي يا حبيب قلبي يلا بس نتفاهم. المسافة دي بالمتر، الارتفاع ده بالمتر، الإزاحة دي بالمتر، يبقى أكيد السرعة. بص هقول ايه؟ هقول كميات لها نفس وحدة القياس، كله بالمتر ما عدا السرعة بالمتر كل ثانية. نيوتن ماشي ان اهو، قوة ان اهي كيلو جرام ولا جول. طب هي الفكرة مش في كده بقى، هي الفكرة ان ده وحدة قياس وده وحدة قياس وده وحدة قياس، مفيش الا ده، يبقى انا هقول له ان دول كلهم وحدات قياس. علل طاقة الوضع عند سطح الأرض تساوي 0. بابا هو مش طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع؟ يبقى أكيد الارتفاع كان 0، يبقى هقول له لأن الارتفاع يساوي 0. تزداد طاقة الوضع بتاعت الجسم بزيادة ارتفاعه عن سطح الأرض. مستر هو طاقة الوضع مستر بتزيد بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض؟ والله العظيم. ليه؟ لأن بينهم علاقة طردية. ونكمل موضوع التعبير حيث أن بزيادة الارتفاع تزداد طاقة الوضع. يتشابه دور الوقود داخل السيارة مع دور الغذاء داخل جسم الإنسان، لأن كلاهما يخزن طاقة كيميائية تحترق للحصول على الطاقة.
ما المقصود؟ احنا يا حبيب قلبي حلينه قبل كده 3000 مره في اكتب المصطلح العلمي، وممكن كمان تلاقيه في اي حته عادي عندك في كتاب، سهله جدا يعني. انا بحل الاسئله اللي فيها فنيات يا اولاد عشان بس ما نضيعش وقتك الثمين معايا. ما المقصود وطاقه الوضع هي ما معنى والكلام ده هي مفيش مشاكل. اذكر العلاقه بقى. ماشي ماشي موافق. طاقه وضع جسم وارتفاعه عن سطح الارض يا مستر، طاقه الوضع اللي هي البي اي بتساوي الوزن في الارتفاع. وزن جسم وكتلته، الوزن بيساوي الكتله في الجاذبيه. طاقة الوضع وشدة المجال، طاقة الوضع البي اي بتساوي ام جي اتش. ماذا يحدث؟ ماشي. زيادة وزن الجسم للضعف مع ثبات ارتفاعه عن سطح الأرض بالنسبة لطاقة وضعه. طبعا يا مستر الوزن زاد أو حتى الارتفاع حتى زاد، هتقول لي هنا تزداد للضعف عشان الوزن زاد للضعف. نقص المسافة الرأسية اللي بيرتفعها الجسم عن سطح الأرض للنص. مستر المسافة قلت النص، يعني يا مستر بالبلدي كده طالما المسافة قلت النص يبقى الارتفاع أكيد يا مستر برضو قلل النص مع ثبات الوزن. بالنسبة لطاقة الوضع بالراحة بقى كده، أنا معايا طاقة الوضع اللي هي بي إي بتساوي الوزن في الارتفاع. الوزن فين؟ في الارتفاع. طب ما بالراحة بس كده، هو بيقول لك المسافة الرأسية اللي هو الارتفاع ذات نفسه قل. طب ما تيجي يا حبيب قلبي نعوض بأرقام، أنا موافق والله. خلي ده يا ولاد ب4 وخلي ده يا ولاد مثلا ب2 اهو، يبقى هنا 4 في 2 بتساوي كام؟ هو 4 في 2، 4 في 2 يا مستر بتساوي 8. دي يا مستر ارقام انا عوضت بيها من عندي عشان اعرف بس ايه اللي حصل. انا عوضت عن الوزن ب4، عوضت عن الارتفاع ب2. تعالى بقى نشوف هو طالب مني ايه واحقق له الامنيه بتاعته. قال لك نقص المسافه يعني الارتفاع قلل النص، بدل ما هو هنا يا مستر انت معوض عنه ب2 خليه ب1. ماشي موافق. في الوزن طبعا اهي يا حبيب قلبي اللي هي دبليو، بيقول لك مع ثبات الوزن. ثبات الوزن اللي هي 4 في 1 ب4، هي كانت 8 بقت 4. ايه اللي حصل يا مستر بالبلدي كده؟ طاقه الوضع قلت للنص، يبقى هنا طاقه الوضع تقل للنصف. يلا يا اولاد اللي بعده. زياده وزن جسم للضعف ونقص ارتفاعه عن سطح الارض للنص بالنسبه لطاقه الوضع. يلا بينا. ادي البي اي بتساوي دبليو في اتش. عوض يلا. 4 في 2 زي ما انا معلمك تطلع 8. ولا تعالى نشوف هو عايز مننا ايه. زيادة وزن الجسم للضعف يعني بدل ما هو 4 يبقى 8، ونقص ارتفاعه للنص بدل ما هو 2 يبقى 1. 8 في 1 ب8، كانت 8 وبقت 8، يبقى تظل ثابتة. يلا يا اولاد اخر 3 مسائل. احسب طاقة وضع قطة كتلتها 5 تقفز لأعلى في الهواء. هنا مستر معايا اتش وهنا مستر معايا كتلة ام، وعايز طاقة الوضع. طاقة الوضع يا مستر بتساوي الوزن في الايه؟ في الارتفاع. طب ما بالراحة بس كده. ادي البي اي يلا يا ولاد. ادي البي اي بيساوي الوزن في الارتفاع. طيب مستر البي اي ده اللي بيساوي الوزن في الارتفاع، ها يا ولاد الوزن اللي معاه؟ لا الوزن يا مستر هجيبه ازاي؟ هقول ان الدبليو بتساوي ام في جي. كتله في عجله الجاذبيه، كتله 5 في عجله الجاذبيه 10 تطلع 50. ده كده يا مستر الوزن. طالما جبت الوزن اضربه بقى في الارتفاع، يبقى 50 نيوتن في 2 تطلع 100. 100 ايه؟ 100 جول. احسب وزن جسم موضوع على ارتفاع 12 وطاقه وضعه 240. طب يا عم انا معايا اهو القانون للمره مليون. البي اي بيساوي الوزن في الارتفاع. هو بيقول لك احسب الوزن، بيقول لك احسب الوزن، يبقى طاقه الوضع على الارتفاع. طاقه الوضع 240 على الارتفاع اللي هي 12. ماشي يا اولاد؟ طبعا تطلع هنا 20. تطلع كام؟ 20. يبقى هنا بتساوي 20. 20 ايه يا اولاد؟ نيوتن. 20 ايه يا اولاد؟ نيوتن، عشان بيقول لك الوزن. إذا بذل شغل مقداره 2400 جول لرفع جسم كتلته 60 كيلو إلى ارتفاع معين، يبقى يا جماعة الشغل اللي فوق ده هعتبره وش كده اللي هو طاقة الوضع. احسب مقدار هذا الارتفاع. طب بص كده بس، هو مديك دي ام ماشي، وبيقول لك أنا عايز الارتفاع. طب ما أنا معايا يا حبيب قلبي قانون بيقول لي إن البي إي بتساوي الوزن اللي هو ده في الارتفاع. أنا دلوقتي بيقول لك احسب مقدار هذا الارتفاع. أنا هنا طبعا هعوض عن البي إي اللي هي الشغل المبذول ده يا حبيب قلبي، عشان خاطري دي هي الشغل. طيب يبقى هقول له الشغل 2400 على الوزن، بس مش معايا مستر الوزن. يلا بقى هاتوا من هنا. الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي جي. الكتلة يا بابا بكام؟ كتلة 60. عجلة الجاذبية اللي هي 10
تطلع كام؟ تطلع مستر 600. طيب انا كده معايا الوزن ب 600 ومعايا طاقة الوضع ب 2400، يبقى هقول له 2400 على ال 600 دول هيروحوا مع دول تطلع 4. 4 ايه؟ 4 متر. بكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا تدريبات الدرس الأول كامل مكمل، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.